أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم جديد، وحلقتنا النهاردة لقصة حقيقية من فيلم ذا ماونتن مان أو رجل الجبل. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بيبدأ الفيلم بداشراث وهو واقف قدام الجبل وهدومه غرقانة دم، وبيكلم الجبل ويقول له انت فاكر نفسك كبير قوي، انا اقدر ادمرك زي ما دمرت حياتي. وبعدها بيولع في الاعشاب اللي على الجبل وبتحصل حريقة صغيرة، لكن اهل القرية بيطفوها وبيتلموا عليه الناس وبيسألوه انت اتجننت ولا ايه؟ ليه عملت كده؟ انت عاوز تموت نفسك ولا ايه؟ وفي سنة 1960 في قرية جهلور بالهند، لما بيخرج داشراث من بيته وهو شايل الفاس والأجنة بتوعه، بيخرج أبوه وراه وبيسأله أنت إزاي تبيع آخر معز عندنا عشان تشتري بيهم الفاس والأجنة دول؟ ولما ما بيردش عليه بيتنرفز عليه أكتر ويقول له أنت شكلك اتجننت. وبعدها في عربية جيب صغيرة بيكلم ألوك الصحفي موكياجي عضو مجلس الشعب عن القرية بتاعتهم، اللي بيبقى حاطط منديل على مناخيره لأنه قرفان من ريحة القرية، وبيقول له إن القرية دي ما تقدمتش خطوة واحدة من ساعة ما الاحتلال البريطاني خرج من الهند، وإن مفيش فيها لا مدرسة ولا مستشفى، حتى الطرق مفيش غير طريق واحد رئيسي في القرية كلها. وبيشاور له على الجبال اللي بتحوط القرية وبيقول له إن الجبال دي استعبدت القرية كلها، وإن أقرب مدينة للقرية اسمها وزير جونج وبتبعد عنها 4 ميل جوه البلد، لكن اللي عاوز يروح لها لازم يقطع 40 ميل عشان يلف من حوالين الجبل ويوصل لها، وإن في ناس كتير ماتوا وهم بيحاولوا يعدوا من جوه الجبل. وفي نفس الوقت بيكون ايفيلوكياجي كبير القرية بيعاقب واحد من القرويين عشان لبس جزمة في رجله، بيقول له انت فاكر نفسك من كبارات القرية عشان تعمل كده؟ فبيعتذر له القروي وبيتوسل ليه انه ما يعاقبوش، لكن ايفيلوكياجي بيقول لرجالته خدوه وخليك حريص انه ما يلبسش جزمة تاني، وركبوا له حدوتين حصان في رجليه، وفعلا بينفذوا اوامره. ولما بيوصل موكياجي بيرحب ايفيلوكياجي بيه وبيقول له دي أول زيارة تشرفنا بيها من ساعة ما فزت في الانتخابات، فبيقول له إن السياسة واخدة كل وقته وإن لازم ياخد باله كويس من خصومه عشان يفضل مثبت في الكرسي، وبيعرفه على ألوك الصحفي وبيفهمه إنه صحفي شاطر جدا وهيقدر بمقالاته إنه يفتح لهم كل السكك المتقفلة، وبيقول له إن أول حاجة طالبها مني ألوك إني أعمل طريق بين القرية بتاعتنا والمدينة القريبة منها، وبيفهموا انهم لو خدوا موافقه على المشروع ده من الحكومه هياخدوا تمويل عليه مبلغ مش بطال يقدروا يحطوا نصه في جيبهم ومحدش هيراجع وراهم، وبيطلب بعدها من ألوك انه يصورهم مع بعض. ولما بيعدي داشراث قدام ايفلوكياجي بيخلي ابنه يضربه، فبيحاول موكياجي انه يمنعه بيقول له اعمل احترام لوجودي وما تضربوش قدامي، فبيقول له اصلك مش عارفه ده امبارح كان هيولع الجبل كله، ما بياكلش غير فيران اللي تقريبا كده وصلت لمخه وكلته. وبيمشي داثراش ناحية الجبل من غير ما يلتفت لأي حد بيكلمه، ولما بيوصل بيبتدي يضرب بالفاس بتاعه في الجبل، ولما بيسأله واحد من القرويين بتعمل ايه؟ بيقول له هكسر الجبل، فبيقول له شكلك اتجننت وبيسيبه ويمشي. وبنرجع بالأحداث لطفولة داشراث اللي اتولد في مزرعة فقيرة جدا في بيت صغير، وكان من أفقر عيلة في القرية، وكانوا مشهورين بأكل الفيران، وكان من تقاليد عيلتهم إن الأطفال بيتجوزوا وهم صغيرين، فاتجوز داثراش باجونيا وهم أطفال صغيرين. ولما بيطلب ايفيلوكياجي من ابو داشراث الطفل الصغير انه يسد دينه بيقول له معيش فلوس، فبيضربه بالعصايه وبياخد منه ابو داشراث منه العصايه وبيضرب بيها نفسه، فبيقول له ايفيلوكياجي بطل تمثيل، انا هاخد ابنك عبد ليا لو مش هتدفع اللي عليك، فبيقول له خده. ولما بيرفض داشراث انه يبقى عبد لايفيلوكياجي بيضربه ابوه وبياخده من ايده عشان يسلمه ليه، لكن الولد بيعض ايد ابوه ويجري وبيطلع يستخبى فوق الجبل. وبنرجع تاني لاحداث الفيلم وداشراث رجل في الثلاثينات وهو برضه ماسك الفاس وطالع للجبل، واول ما بيوصل للجبل بيكلمه زي ما يكون واحد صاحبه، فبيسلم عليه ويقول له انا مش هستريح الا لو كسرتك، وبعدها بيضرب الفاس بتاعه في صخر الجبل فبيتكسر جزء من صخره وبيعوره في قورته، فبيمسك قورته وبعدها بينام على الجبل وبيكلمه ويقول له انا فاكر كل اللي حصل زي ما يكون شريط فيديو بيشتغل قدامي. وبعدها بنرجع بالاحداث مره تانية، بس المره دي بنرجع لسنه 1956 في مدينه وزيري جانج، ولما بيوصل داشراث الشاب للمدينه وهو لابس قميص وبنطلون ومعاه شنطه سفر بيسمع صوت باجونيا وهي بتنادي على البضاعه بتاعتها عشان تبيعها، ولما بيشوفها بينبهر بجمالها، وفي نفس الوقت بيخبط فيها شاب من اهل المنطقه وبيعاكسها، فبتاخد طينه من الارض وبتحدفه بيها، لكن الطينه بتيجي في داشراث اللي بيبص لها وبيضحك. وبعدها بتقف باجونيا قدام ترمبة ميه وبتشغلها، فبيروح داشراث عشان يغسل وشه من الميه بتاعتها، وبعدها بيحتفل القرويين بقانون حريه اللمس، وده لان كان في قوانين صارمه جدا وقتها ان ممنوع الفقير يلمس الغني وكان ممكن يتحبس لو عملها،
المهم في وسط الاحتفال ده بيروح داشراث يرقص جنب باجونيا، فبيتزحلق في قشرة موز وبيقع على عربية أطباق وحلل، وبيخبط في واحد بيبيع سجاير متولعة جاهزة، فبتقع واحدة منهم على الألعاب النارية فبتفجرها وبتضحك باجونيا عليه. وأول ما بيجي الأتوبيس بيتلموا الناس عليه وبيطلع داشراث يقعد فوق سقف الأتوبيس، ولما ما بتعرفش باجونيا تدخل الأتوبيس من الزحمة بيمد لها إيده، وبعدها بيتحرك الأتوبيس قبل ما هي تطلع فبيفضل ماسك إيديها لحد ما بيطلعها. ولما بيسألوا واحد من اللي قاعدين جنبه إذا كان غريب عن البلد ولا لأ، فبيقول له إنه من البلد بس هرب وهو صغير لبلد اسمها دمباد، وإنه اشتغل في مناجم الفحم، وبعد كده لما بينزل من الأتوبيس بيشاور للبنت وبيسلم عليها. ولما بيرجع للقرية بعد ما سابها من 7 سنين بيلاقيها زي ما هي بالظبط. اما ايفيلو كياجي فبيبقى خايف بعد ما الحكومه لغت نظام الطبقات انها تلغي كمان امتلاك الاراضي، ولما بيروح داشراث بيسلم عليه ويعرفه بنفسه بيضربه هو ورجالته ويقولوا له انت مش عارف انت بتتكلم مع مين ولا ايه. ولما بيروح بيته بيلاقي هناك اخواته وابوه فبيسلم عليهم، اما ابوه فبيضربه بيقول له رحت فين؟ انت سبتني من هنا وامك ماتت من هنا، وبيقعد يعيط وبيضربه تاني، لكن اخواته بيدافعوا عنه وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا. ولما بيروح مع ابوه عشان ياخد مراته اللي اتجوزها وهم صغيرين ابوها بيرفض وبيقول له جالها عريس احسن منك، ادفع 200 روبيه مهر وخدها، فبيقول له خليها لك مش عاوزها. لكن لما بيشوفها وبيعرف ان باجونيا مراته هي البنت اللي قابلها في المدينه بيصمم انه ياخدها معاه، لكن ابوها بيندع على اخواتها وبيضربوه ويمشوه من البيت. وتاني يوم بيقابلها في المهرجان فبياخدها بعيد عن اهلها ويشتري لها خلخال هديه ويلعبوا ويركبوا المراجيح مع بعض. وتاني يوم بيروح لها قدام بيتها ويرمي على باب البيت طوب صغير لحد ما بتاخد بالها وبتروح له، فبيديها تمثال لتاج محل هديه وبيقول لها مش هنتجوز بقى، فبتقول له اشتغل وهات فلوس وابويا يوافق اننا نتجوز، فبيقول لها انا هعمل اي حاجه عشانك، وبتمشي وتسيبه لما امها بتنادي عليها. وبعدها بيبقى هو واخواته شغالين بالليل ومولعين نار في الجبل، فبيقع واحد منهم في قلب النار، ولما بيحاولوا ينقذوه ما بيلحقوش وبيقول لهم ابن ايفلو كياجي شوفوا شغلكم وخلاص اللي راح راح. فلما بتقعد مرات ابنه اللي مات تعيط بيقول له حماها طيب على الاقل اديها تعويض تعرف تعيش منه، فبيتريق عليه ويقول له انت هتعمل نفسك زعيم ولا ايه؟ شوف شغلك لا شردك انت وعيالك. وتاني يوم الصبح وهو بيشتغل بيتريق عليه واحد من القريه وبيقول له مراتك بيجوزوها لواحد غيرك، فبياخد خنجر وبيجري على بيتها وبيهدد ابوها واخواتها بالسلاح اللي معاه وبياخدها وبيهربوا وبيجروا ناحيه الجبل. ولما بيجري وراهم ابوها واخواتها ما بيلاقوهمش لانهم بيكونوا استخبوا جوه بحر من الطين، وبعد ما بيمشوا بينضفوا نفسهم من الطينه في البحيره. وسنه 1965 يعني بعد 5 سنين من بدايه التكسير في الجبل بيكون داشراث دقنه وشعره طولوا جدا وهو كبر في السن شويه وبيفضل مستمر في تكسير الجبل. ولما بيشوف ابوه تعبان بالليل لما بيروح بيقول له كفايه بقى جنانك اللي مستحمله بقالي 5 سنين، يعني اللي ما قدروش البريطانيين يعملوه في 100 سنه والحكومه في 20 سنه عاوز تعمله انت لوحدك. فبيقول له سيبني في حالي انا تعبان وعاوز ارتاح. ولما بيحاول ابوه يفهمه انه مش قادر يشوفه كده فبيقول له خلاص مش هتشوفني تاني. وبتعمل مراته تماثيل من الطين وبتروح تقعد بيهم في السوق عشان تبيعهم، فبيعاكسها ابن ايفيلو كياجي فبتضربه، ولما بيشوفوا داشراث بيضربه واخواته بيساعدوه، فبتضربه مراته بالقلم وبتقول له انت مش واثق فيا. وفي نفس اليوم بالليل بيحاول انه يصالحها وبيجيب لها هديه مخده طريه عشان تنام عليها، لكن هي بترفضها، فبيقول لها انا بحبك قوي وما بقدرش استحمل لما اشوف حد بيعاكسك، فبتقول له انا كنت غلطانه لما هربت معاك وبتسيبه وتمشي، لكن هو بيمشي وراها وبعدها بيعرف انها حامل وبتصالحه. وفي نفس الوقت بيروح بيتهم ابن ايفيلو كياجي هو ورجالته وبيدور على داشراث عشان يضربه، ولما ما بيلاقيهوش بيضرب اخوه وبياخد مراته، وتاني يوم الصبح اخوه بيلاقي مراته ميته فبياخدها وبيحط جثتها في البيت وبيحرقه. وبعدها بيبني داشراث تعريشه صغيره على الجبل وبيفضل يكسر في الجبل، فبيجيله الصحفي ألوك وبيساله انت عاوز تهد الجبل ليه؟ فبيقول له عشان ابني قبري. وبعدها بيحكي له ان مراته خلفت ابنه الصغير وبعدها حملت في بنت وهو كان شغال في الجبل، فكانت طالعه تودي له ميه لكن رجلها اتزحلقت ووقعت من فوق الجبل، ولما شالها هو وواحد تاني عشان ينقذوها كان الجبل واقف في طريقه للمستشفى اللي في المدينه، ولما لفوا حواليه وودوها للدكتور كانت هي ماتت واللي فضل بنته الصغيرة. وبنرجع بعدها للمشهد اللي كان واقف فيه وهدومه كلها غرقانة بدم مراته وبيقول للجبل انت دمرت حياتي وولع فيه. وبعد 6 سنين من محاولته لتكسير الجبل بيعدي عليه رجالة من القرية ويقولوا له احنا بنحترم اصرارك في حاجة انت عارف انها مستحيل تحصل. وبعدها بتروح له بنته الصغيرة بالاكل فبيقول لها ما تطلعيش الجبل تاني لا تتزحلقي وتقعي. وبعدها بيجي له ابوه يقول له انت مش هتبطل بقى اللي بتعمله ده، انا خلاص
ما عدتش قادر اخد بالي من عيالك واصرف عليهم. فبيقول له خلاص سيبهم لي وانا هاخد بالي منهم ومن مصاريفهم. وبعدها بيشتغل في انه ياخد البضاعه من الناس اللي عاوزه تعدي الجبل وتروح للمدينه، وبينقلها لهم هو في وقت اقل، وبياخد من واحد من اللي بيوصلهم بضاعه شوال وبيعملوا جلابيه وبيلبسوا، وبينيم ولاده معاه في التعريشه اللي على الجبل. ولما بتساله بنته ماما كان شكلها ايه، بيقول لها كانت شبهك. فبتقول له هتيجي امتى؟ فبيرد عليها انها جايه لما يخلص الطريق اللي بيحفره في وسط الجبل. ولما بيقعد الصحفي يتكلم معاه ويقول له انت منين جبت كل القوه والاصرار اللي عندك ده؟ فبيقول له من حب مراتي، ودلوقتي بقيت احب الجبل. فبيقول له الصحفي باعجاب شوف انت قادر تتمسك بمبادئك ازاي، وانا كنت فاكر لما اشتغل صحفي ان هبقى لسان الناس، لكن للاسف بقيت لسان الحكومه الفاسده. فبيقول له ما تفتح جورنال خاص بيك. ولما بيقول له انت فاكر الموضوع سهل كده، بيفهمه انه اكيد مش اصعب من تكسير الجبل يعني. وبيفضل دشراث يكسر في الجبل لحد ما في يوم ابوه بيجيله بيكون معاه ناس من اهل القريه، وبيقول له ان القريه بقى فيها جفاف شديد ومفيش فيها نقطه ميه، وبيطلب منه انه يروح معاهم للمدينه، لكن هو بيرفض وبيقول له مش هقدر اسيب الجبل. وبيديله فلوس وبيقول له خد عيالي معاك وخلي بالك منهم. وتاني يوم بيكمل حفر لكن ما بيبقاش معاه ولا نقطه ميه، فبينزل البير اللي في الجبل وبيحاول يلاقي فيه ميه لكن ما بيلاقيش. وفي نفس اليوم بالليل بيمسك في ايده الخلخال اللي كان جايبه لمراته، وبيبص للسما ويقول لها بحلم باليوم اللي هجيب لك فيه الفردة التانية. وبعدها بيبقى حرفيا هيموت من العطش، فبيتخيل مراته وهو بيحفر في الجبل. بعدها بيلاقي تجمع ميه صغير كده وجنبه زرع اخضر، فبيشرب وبياكل. ولما بيطلع بيمسك حجرة الجبل ويقول له انت فعلا بقيت صاحبي لانك انقذت حياتي. وبعد كده بتلدغه كبرى في صباع رجله، فصباعه بيورم وبيقرب يفقد الوعي، فبيمسك الفاس والاجنه وبيجرح صباعه، فبينزل منه الدم الفاسد، وبعدها بيفقد الوعي. وبيحلم ان مراته معاه في الجبل، وبيفوق من الحلم على المطر. وبيرجع اهل القريه ليها تاني وبيشكروا ابوه انه حفر لهم طريق في الجبل خلاهم لاول مره يشوفوا المدينه. وبعد 9 سنين من التكسير في الجبل بتحصل الثورة، وبيخشوا مجموعة من المسلحين من الناس اللي كانوا عايشين في القرية على إيفيلوكياجي، وبيهددوه بالسلاح وبيطلعوا للسكان، وكل واحد يقول هو ظلمه ازاي، وبيحكموا عليه بالموت. ولما بيتصدر له دشراث ويقول لزعيم الثوار انت السلاح اللي مقويك مش من حقك تقتل حد، فبيتخانق معاه وبيقول له ان الراجل ده قتل ابنه. وبعدها بيضرب دشراث وفعلا بيشنقوا ايفيلوكياجي، وبتيجي الشرطه وبيموت ابوه واخواته في الحادثه دي. ولما بيجي الصحفي تاني يوم يساله عن الحادثه اللي حصلت في القريه، الاول بيرفض يقول له، لكن لما بيعرف انه سمع كلامه وفتح جورنال باسمه بيفرح جدا وبيرضى انه يتصور فيه. وبعدها بيتصور مع مرشحة رئاسة مجلس الوزراء اللي بتزور قريتهم ضمن حملتها الانتخابية. وبيجي له بعدها ابن فيلوكياجي اللي بقى زعيم القرية، وبيوري له صورته مع مرشحة رئاسة الوزراء، وبيقول له ان الحكومة هتساعده وهتجيب له تمويل عشان يحفروا طريق جوه الجبل يوصل للمدينة وللمستشفى في لحظات، وهيسموه باسم مراته تخليدا ليها. وبياخدوه ويروح للضابط وبيبصموا على ورقة ويقول له التمويل هيجي باسمك قريب. وبعد ما بيخرج بيتفق زعيم القرية مع الضابط انهم يسرقوا الفلوس اللي هتيجي. وفي الوقت ده بيكون ولاده كبروا، بيجي شاب من القرية يقول له انه بيحب بنته، فبيروح لابوه ويطلب ابنه للجواز. في الاول ابوه بيرفض لكن بعدها بيوافق وبيجوز كمان بنته لابن دشراث. وبعد 15 سنة من التكسير في الجبل بيكتشف دشراث بمساعدة صاحبه الصحفي ان زعيم القرية والضابط سرقوا المنحة اللي باسمه، فبيقرر انه يروح دلهي عشان يشتكيهم لرئيسة الوزراء. ولما بيركب القطر وبيطلب منه الكمساري التذكرة، فبيقول له معيش تذكرة ولا فلوس، فبيرمي الكمساري من القطر. فبيقرر انه يروح دلهي اللي بتبعد عن القرية 1300 كيلو ماشي على رجليه، وبيمشي فعلا المسافة كلها وبينام في الشارع وبيتعب جدا في المشوار. وبيصادف عمال سكة حديد عاملين اضراب، ولما بيشوفوه ويعرفوا انه رايح لمجلس الوزراء بيمشوا معاه. ولما بيقرب من مقر رئاسة الوزراء بيلاقي المرشح بتاع قريتهم ماشي جنبه. ولما بيوصلوا بيقول خطبة ضد الحكومة، وبيمنعوا البوليس من انه يقابل رئيس الوزراء وبيفهموه انها ما بتقابلش حد، فبيرجع لقريته تاني. لكنه بيكون فقد الامل وقرر انه ما يكسرش في الجبل تاني. فبتظهر مراته قدامه بتقول له لو ما عملتليش الطريق اللي وعدتني بيه مش هظهر لك تاني. فبيصحى تاني يوم ومعاه الفاس بتاعه عشان يكمل حفر الطريق في الجبل، فبيلاقي ناس كتير بيكسروا معاه في الجبل وبيقولوا له انهم هيساعدوه، فبيفرح جدا. وفي نفس اللحظه بيوصل زعيم القريه والمسؤول عن الغابه، واللي بيقول له ان الجبل ده ملك الدوله، وبيتهمه انه سرق الحجاره اللي فيه، وبيقبض عليه ويرميه في السجن. لكن الناس اللي بتحبه مع الصحفي صاحبه بيعملوا مظاهره قدام السجن عشان يفرجوا عنه، وفعلا بيطلعوه. وبعد 20 سنه من الحفر بيخلص الطريق اللي حفره في الجبل، وبيحتفل بيه كل اهل القريه، وهو بيشوف مراته بترقص وسط الناس، وبيشوف نفسه شاب بيرقص معاها، وبيقول لها بحبك قد الجبل ده كله، فبتقول له عارفه.
وبكده بيخلص الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناة.